المشاهدين سوف نتجه الآن إلى المناطق يعني القديمة في المليليح من مساكن وكذلك المليليح عموما، وسوف نتحدث عنه سواء تاريخيا أو في الحاضر في جولتنا إن شاء الله. نحن أمام الجامع الكبير في المليليح، وهو أقدم جامع في المليليح، وبجواره كما ترون البيوت القديمة، وهي بيوت مبنية من حجر وبعضها من الطين، وكذلك جميع بيوت سكان المليليح في ذلك الوقت ما بين حجر وطين. إذ كانت الهجرة أو الاستقرار في المليليح في العهد السعودي من عهد جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله، فكانوا أهل المنطقة تحولوا من بيوت الشعر إلى الاستقرار. يعني كما تعلمون أن أهل البادية كانوا قوم رحل، وبعد في العصر السعودي استقروا في الخطة إلى التي انتهجها أو توفير العيش الرغد لهم، فاستقروا في المليليح إذ نزلوا من جبال الأجرد وبنوا البيوت، استبدلوها ببيوت الشعر والعشاش والصنادق إلى بيوت طين وكذلك بيوت الحجر، ثم بعد ذلك تطورت إلى بيوت الطوب ثم المسلحة. وقد وصلت الكهرباء إلى المليليح في العهد القريب، يعني تأخرت كثيرا على الرغم أنه قريب من المدينة، إذ وصلت الكهرباء أو بوادرها أو طلائعها في عام 1421 هجرية. والمليليح تشتهر بالزراعة، طبعا كثرت زراعة النخيل وغيرها وقد غلبت عليها النخيل لأنها تحمل الماء لم يكن يعني ماء فيه ملوحة، ماء زراعي، وكانت قبله واحة خضراء، يعني امتداد المزارع بشكل يعني ممتد من بداية المليليح إلى وادي رشاد أو إلى آخر منطقة في المليليح، إلا أنها في الآونة الأخيرة يعني بدأت تنضب، وبعض أهل سكان المناطق قد توفي وهجرها أصحابها، إلا أنها الآن بدأت تنتعش تعود المياه ويعود السكان إلى مزارعهم، فبدأوا في إحيائها كما ترون، وتشتهر في التمور منها المشهورة الآن العجوة والصفاوي، وكذلك قديما كانت موجودة الربيعة، والآن التي استبدلت بالروثانة، وكذلك الجبيلي، وكثير جميع أنواع التمور أو جميع أنواع النخيل توجد في بداية المليليح إلى وادي رشاد أو إلى آخر منطقة في المليليح، إلا أنها في الآونة الأخيرة يعني بدأت تنضب، وبعض أهل سكان المناطق قد توفي وهجرها أصحابها، إلا أنها الآن بدأت تنتعش تعود المياه ويعود السكان إلى مزارعهم، فبدأوا في إحيائها كما ترون. الآن متجهين إلى وادي رشاد، وهو طبعا تابع المركز المليليح أو المنطقة المليليح، وهو وادي شهير وذكر في السير وفي التاريخ. شوف المنازل والديار القديمة والليل والذكرى على رؤوس الأطلال، يحيا بها شخص جروح سقيمة، تلقى بها نفس عنا المر تحلال، تلقى بها نفس عنا المر تحلال. شوف المنازل والديار القديمة والليل والذكرى على رؤوس الأطفال، شوف المنازل والديار القديمة. هذه إحدى القلاع
الموجودة في القديمة الأثرية الموجودة في المليليح، أو ما يطلق عليها الآن، لا نستطيع أن نطلق عليها قلعة، إنما تعد قصر، وهي أشبه في القصور الموجودة في ذي خشب، وهي قديمة لا يعرف تاريخها، أو لكن نستطيع أن نرجح أنها تعود لبني أمية عندما كانوا ولاة المدينة في العصر الأموي أو العصر الأموي، إذ استوطنوا المنطقة على وادي إضم لخصوبة الأرض، وأنشأوا المزارع وغيرها، وهذه لعلها من آثارهم. الآن نقف على ملتقى وادي رشاد مع وادي إضم، اللي هو وادي الحمض المعروف الآن عندنا بوادي الحمض، وهو وادي إضم قديما. الآن وادي رشاد يأتي من الغرب، نلاحظ كما نلاحظ الآن نحن مع مجرى الوادي. هذا الكبري الموجود، كبري الرشاد معروف، ثم بعده أو في الجهة الغربية منه يكون الكبري أو سكة الحديد، سوف نراها الآن إن شاء الله. نحن على كبري رشاد أو على وادي رشاد، وقد اشتهرت هذه التسمية في كتب السير عندما قدم رجال من جهينة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل أحدهم عن اسمه فقال أنا اسمي غيان. قال من أين؟ قال من وادي غي، يقصد به هذا الوادي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنت رشدان من وادي رشد، فسمي بهذا الاسم واشتهر به. فكما ترون الآن هناك يعني في الجهة الغربية نرى سكة حديد الحجاز، وكذلك نرى أن الكبري المصنوع أو الموضوع لهذا الوادي. ونحن الآن متجهون إلى محطة أبيار نصيف الشهيرة. القلاع الأثرية والمناطق الأثرية في منطقة المليليح، وهي ما تسمى قديما بأبيار نصيف. وهذه القلعة تحتوي على خان للحجاج كغيرها من المحطات، خان للحجاج وثكنة عسكرية. وبهذه القلعة أيضا يوجد مكتب للتلغراف أو المكتب البريد في العصر العثماني في هذه المنطقة. طريقة التلغراف قديما كان يعرف عند أهل المنطقة وعند البادية بالسلك الأحمر، يعني يسمونه بهكذا السلك الأحمر، وهو كان توضع بمحاذاة سكة الحديد، سكة حديد الحجاز، توضع حديد أو على شكل كما الآن موجود في الضغط العالي حديد، وبآخر الحديد هذا الحديدة طولها تقريبا ما يقارب 12 مترا، في أعلاها توضع خشبة فيها سلك التلغراف، وهو سلك أحمر اللون، لذلك قالوا عليه أهل المنطقة أو سموه بالسلك الأحمر أو السلك الأحمر كما يلفظونها هكذا. وهذه طبعا أحد المعالم الأثرية، ومن خلالها جاءت أو بتسمية أبيار نصيف. هلا يا مرحبا ترحيب لمبدأ والعنوان، ومبدأ التحية والكرم والجود عنوانه. هلا يا مرحبا باسم الرجال. الجبل المقابل أو غربي الثكنات العسكرية والقلاع وكذلك سكة الحديد توجد مناطق حراسة من تحرس السكة الحديدية وكذلك الثكنة الموجودة في أبيار نصيف وغيرها على امتداد السكة الحديدية، سكة حديد الحجاز في هذه المنطقة. كل جبل يوجد عليه مبنى للحراسة، وكذلك يسمى عند أهل المنطقة والعامة بالسبور، وهي منطقة حراسة أو منطقة حراسة، يعني يستلم فيها الخفراء. متابعي سناب قبيلة عروة، تنتهي جولتنا في المليليح، وإن لم نكن أوفيناه حقه من التعريف، ولكن يكفينا أننا اجتهدنا بقدر استطاعتنا، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حروف شاعرك داعيك يفخر في دياره، هيضت مشاعر دارت واضع والوقار، من يطفي لهفة المشتاق لا من زاد ناره، قود دار حبها في داخله بثقل العيار. يا حروف شاعرك داعيك يفخر في دياره، هيضت مشاعره دارت واضع والوقار،